عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا اكياس الخرز دي عجبتني قوي، ولونها المذهب شكله جميل. وطبعا قلت ما اعمل كده شويه افكار بقى، انسيالات جنب التوك اللي احنا بنعملها مع بعض. فانا طبعا هنا معايا الاكياس دي، فتحت كيس اهو وقلت هعمل منه فكره، وهفتح برضو بقيه الاكياس معاكم عشان نكمل الفكرة. بفكر اعمل ايه، يعمل عقد يعمل انسيال. هنشوف الفكرة هتعمل ايه، وهنشتغل الخرز ده بشكل ايه. بصوا طبعا الفكرة اهي. انا بحاول اظبط الكاميرا اهو. بصوا بقى، طبعا معانا الابرتين اللي هما بيتلضموا، ومعانا خيط السنارة اهو. تمام كده. لضمت، لسه في واحده، لضمت 3 خرزات. تمام كده. ال3 خرزات اهم، بتلضميهم من اي ناحيه مش هتفرق. تمام كده. هجيب الرابعه واخش بيها في الابره من هنا، واخش من الناحيه التانية. تمام كده. دي الخرزه الرابعه. يبقى احنا عملنا ال3 اهو. بصوا ادت شكل مربع. مش عارفه الكاميرا بتعمل ليه كده اهو. شايفين؟ عملنا الخرزة الرابعة، يعني هو كان 3 خرزات، والخرزة الرابعة دخلت فيها من الناحيتين. وهرجع اعمل خرزة هنا اهو. تمام كده. وهجيب الابرة التانية وهديها خرزة برضو الناحية التانية. تمام كده. طيب هجيب الخرزة، انا واحدة هنا وواحدة هنا. هجيب الخرزة دي واخش منها كده، وهجيب الابرة من هنا واخش من نفس الخرزة واشدها من الناحيتين. بصوا، واحاول ان انا اظبط عشان يبقوا الابرتين معايا نفس الطول. تمام كده اهو. انا عايزه الابرتين معايا يبقوا نفس الطول كده اهو. بصوا، وابدا ان انا اشد كده، واجيب برضو في الابره دي خرزه اهو، والابره دي خرزه. بصوا حاجه سهله جدا، مش هتكلفكوا اي حاجه. وارجع اجيب الابره واخش فيها في الخرزه دي، وهرجع برضو اخش بنفس الابره في الخرزه التانية واشد. بصوا الشكل النهائي. شايفين؟ بصوا عملت شكل جميل جميل جدا جدا اهو. تقدري برضو تجيبي هنا خرزه اهو، وتجيبي هنا خرزه. ماشي. والخرزه التالتة المشتركه بين الاتنين اهو، هعدي دي واخد برضو الابره واعديها من الناحيه التانية. تمام كده اهو. ونسحب. بصوا الشكل. بصوا شايفين الجمال. انا اول ما شفت الخرز ده قلت لا لازم اجيبه. جبت ال3 اكياس دول، باين جبتهم ب10. ال3 اكياس ب10، بس فيهم خرز قليل، يعني مش خرز كتير. في اكياس بقى زي دي، ده الكيس ده ب4 جنيه او ب5، مش فاكره يعني. تمام كده. واجي خرزه كمان هنا، وبصوا بسيب الابره بتاعتها واخد خرزه في الابره التانية، واسيب الابره بتاعتها اهو. من خرزتين رجعوا ورا. تمام. هجيب الخرزه بقى التالتة بتاعتهم واخش فيها من الناحيتين اهو. بصوا، دخلت من هنا واخش من الناحيه العكس التانية، واشد بقى. اشد بقى عشان اعمل الفكره الجميله دي اهو. هعمل بقى انسيال تحفه اهو. بصوا، طبعا عندنا انسيالات اهي، وبتتعمل بطريقه سهله وبسيطه، ما بتاخدش حاجه. المهم خيط السناره ده بيمط معاكي، وتقدري تعملي منه افكار كتيره جدا. وتقدري بالخرز ده كده كمان تعملي علبه مناديل، او تعملي اي حاجه اهو. كده عملت الخرزتين، وهجيب الخرزه التالتة اللي هي المشتركه بين الاتنين اهو. بصوا اهو. شايفين؟ شايفين بتطول وبتبقى بالشكل الجمالي الجميل ده. يعني انا حاسه ان هي بعيده عليكم، بس والله الكاميرا ظلماها.
اهو. واجيب بقى الخرزة دي اهي، والخرزة دي برضو تخشي هنا اهي، وارجع اجيب القاسم المشترك بينهم هنا وهنا. شايفين الجمال اهو. بصوا، يعني هي بتتحدث عن نفسها. ده طبعا من ضمن توزيعات العيد، بس انا فكرت بصراحة ان انا يعني بحب الذهبي قوي اهو. بصوا، وهرجع تاني اقسم بينهم الايه الخرزة كده اهو. وحبيتي برضو تخشي هنا في النص تعملي خرز من الصغير اللي انت عايزاه، بس هي الفكرة ان انت بتحطي واحدة وواحدة. بصوا اهو، والقاسم في التالت القاسم مشترك اهو اهو. وارجع اجيب الاتنين. بصوا، فكرة سهلة وبسيطة وتقدري تعمليها بكل سهولة. ونشد اهو. الترابيزة كان فيها شمع فهو اللي عامل التأثير ده. وهنا بقى بصوا، انا حطيت عشان طبعا كان اخر الخرز، حطيت بقى خرز من ايه، من اشكال صغننه شويه عشان اقدر الم الدنيا كده واعمل اسوره كويسه البسها قدامكم دلوقتي. ايه رايكم اهو؟ بصوا الفكره طبعا اهي. المفروض بقى هقفل دي مع دي اهو اهي. وطبعا هخش بالناحيه العكسيه برضو اهو. بصوا، وكده ابقى بقفل بقى الاسوره اهو. هخلع بقى الابر عشان نقفل الاسوره مع بعض. بصوا شكلها جميل جدا. وابدا اشد بقى لاني اهم من الشغل ربط الشغل. اهو بصوا لازم، لاني طبعا ممكن تتفتح. هحاول برضو ان انا يعني اعدي الحبل الطويل ده، ما اقطعوش كده. هعديه مره واتنين في الشغل عشان طبعا ما تتقطعش اهو. بصوا هحاول ان انا اشده كده واعديه منها مره واتنين عشان طبعا ما يفصلش معايا اهو. لان دي خيوط وطبعا بنشدها وبنمطها على الاخر، فلازم تتربط كويس جدا اهو. اهم حاجه تتعقد كويس جدا. يعني دلوقتي مثلا انا هلبسها همطها على الاخر، فما ينفعش اجي امطها كده وتروح ايه مقطوعه مني طبعا اهو. بصوا ممكن الفها كمان من تحت واربطها واعقدها من تحت عشان طبعا الزياده دي ايه. هحاول برضو ان انا هقصها اهو تمام كده اهو. بصوا بقى معانا اسوره في منتهى الجمال. بصوا بقى لو انا دخلتها في ايدي بتمط طبعا اهي. شايفين؟ ايه رايكم في الاسوره الجميله دي؟ ايه رايكم؟ ما اتكلفتش معايا 10 جنيه اهي طبعا. وبصوا الرابطه هنا والشكل. بصوا لو انتوا حبيتوا تعملوا الشكل ده برضو هيبقى حلو جدا. شايفين اهو؟ حطيت خرزتين من هنا ومن هنا وقفلت بالشكل ده. كنت عايزه اعملها هنا بس دي كانت المقدمه. حبيت ان انا اطول شويه الاسوره فحطيت الخرز ده عشان كان نهايه الخرز. اتمنى فكرتي تعجبكم وتجربوها بقى وتعملوا اساور وحاجات للعيد للاطفال. بس انا طبعا خدت دي عشان شكلها عاجبني، بس لو عجبت حد انا مش هقدر اقول له لا اهي. اتمنى فكرتي تعجبكم وتجربوها وتشتركوا معايا في القناه، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.